أيضا من الأخطاء صيام عاشوراء. هيدي هلأ كتير كبيرة حتطلع. يا شيخ نحن تربينا. أنا خطبت خطبة من مدة يمكن من 2-3 رديت على نفسي بخطبة خطبها من 10 سنين قبل ما الله عز وجل يبصرنا بالحقائق. فيها تناقضات كبيرة ليغطوا على جرائمهم. حكوا بصيام عاشوراء بالعلم علم بالتواريخ، وفي أئمة من أئمة الأزهر عملوا هالدراسة بالتواريخ. أولا التناقض الموجود بالحديث أنه قدم الرسول إلى المدينة فوجد اليهود يصومون 10 من محرم. أول شيء هن ما بيمشوا على الأشهر الهجرية، ما بيمشوا على محرم، بيمشوا هن عندهم عيد اسمه عيد الفصح أو كيبور بسموه، لربما صادف أنه يوم 10 من محرم بعد الحسابات الدقيقة تبين. طيب لربما هم يكذبون على رسول الله. أين وحي السماء بهذا الأمر الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ولماذا لا يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الذي أنقذ الله فيه موسى عليه السلام؟ فهيدي من المكذوبات المدسوسات الموجودة في كتبنا. ما في أي دليل عقلي بهذا الموضوع، لأنه تراجع الأمور العقلية وتدرسها بتلاقي فيه تناقضات كبيرة. وقال لهم إن أحياني الله للعام القادم لأصومن تسعاء وعاشوراء. قال فقبض رسول الله. كيف هالكلام؟ ما هو دخل إلى المدينة وعاش بعد أن دخل المدينة 10 سنوات كاملات ومات أول 11. فهيدا دليل إنه مكذوب. قالوا لما صام قالوا له كيف بتصوم تتبع اليهود؟ قال لهم لا أصومن التاسعاء والعاشوراء. برواية إنه صام وبرواية إنه العام القادم من صوم. طب النبي تابع أم متبوع؟ بالعلم الشرعي النبي تابع أم متبوع؟ النبي متبوع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو مش تابع، لا يتبع حدا يجي يهودي يقول له هيك هيك بيمشي معه. فإذا تناقضات كبيرة لا تتوافق مع الشرع، إنما وضعت في كتبنا وتربينا عليها وكررها الخطباء على منابرهم، لأنه ما خرجوا من العلم الموروث، ما سعوا للعلم القناعي الذاتي العلمي مع الأدلة الشرعية. ولذلك لما الإنسان يحكي الحق يتهم، وما عندنا مشكلة. كما قال الشافعي لئن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب.